السلام عليكم ورحمة الله، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة بقى جاية لكم بيوم جديد وفيديو جديد. بس فيديو النهاردة ايه هيكون بقى واخداكم معايا كده وانا نازلة اشتري شوية حاجات. بيني وبينكم كده يعني كنت محتاجة شوية حاجات للبيت. بس ايه بقى مش للبيت بقى للبيت، لا انا حاجات ليا انا. يعني كل فترة كده المفروض تغيري مودك وتقلبي كده ايه، تعملي يوم كده شوفي ايه اللي ناقصك وتشتريه، يعني تدلعي نفسك بمعنى اصح. النهارده بقى هتدلع وهدلع نفسي معاكم، وقلت كده ايه اخدكم معايا في جولة وانا بشتري الهدوم. كنت محتاجة شوية هدوم للبيتي و صيفي كده تكون حلوة. انا عارفة ان الصيف بيخلص بس انا بحب اجيب في اخر الصيف لان بيبقى فيه تصفيات حلوة قوي على الهدوم البيتي الصيفي. فكنت محتاجة كام حاجة كده، وكمان كنت نازلة عشان بقى عقبال عندنا فرح ونازلة أكمل. يعني قلت أجيب حاجات شوز، طرحة، شنطة، يعني في حاجات كده بسيطة هشتريها. آه، وتعالوا بقى نشوف ايه. نزلت النهاردة قررت كده انزل شارع شبرا، طبعا الشبراوية واللي منها. انا بقى من عشاق شارع شبرا بصراحه، لان احنا شبراويه اصلا. يعني بابايا شبراوي اصلا من شبرا مصر، وانا بحب دايما انزل هناك. طبعا خلوصي بقى وراعي الصالح والمناطق الحلوه بتاعت شبرا دي. آه، كان في بقى كل حاجه زي ما انتم شايفين. هو انا اصلا نزلت متاخر، يعني الساعه 6 كده نزلت، بس الطريق خد مني ساعه ونص. فقررت كده اللي انا ايه يعني خدها ماشي بقى. نزلت متاخر علشان هم اصلا كل اللي انتوا شايفينه ده بيفرشوا متاخر. البياعين اصلا بتفرش متاخر. لان انتوا عارفين شبرا غير يعني هنا في القناطر هنا عندي كل حاجه بدري. يعني لو ما لحقتوش بدري خلاص الدنيا اخرهم الساعه 10 بالليل. لكن شبرا بقى بيسهروا والمحلات بتسهر وبيفتحوا متاخر اصلا. يعني لسه المغرب مأذنه وهم لسه اساسا بيفرشوا وبيرصوا بضاعتهم. وربنا يرزق الجميع يا رب. فقلت كده ايه، كان بقى ناقصني هنا. قلت بقى اجيب ايه شوز. عايزه اقول لكم الشوزات، المحل ده اسمه رضا، اللي عارفين شبرا وحافظينها. يعني في رضا وفي المرشدي وفي ارزاق. فبس رضا دايما بيعمل عروض حلوه قوي 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 على الجزم. يعني شوفوا الجزم دي انا هنا في القناطر والله لاقيها ب 300 جنيه. شوفوا هنا بصوا الفرق عامل ازاي، يعني فرق شاسع جدا في الاسعار. 175 و190. يلا بقى اللي عندها مناسبه او اي حاجه، عرفتكم مكان المحل اهو. اللي بيتابعني يعني من مصر هيعرف بقى وهينزل ان شاء الله. بجد عاملين عروض حلوة قوي على الشنط وعلى الجزم. كان عاجبني قوي الجزمة دي. انا عايزة حاجة فلات كده وهادية. آه، مش مكتوب لي البس كعب يا جماعة عشان انا طويلة. نفسي بجد البس كعب انا طويلة والكعب بالنسبة لي هيبقى صعب قوي. فبصراحة بحسد الناس اللي بتلبس كعب دي، بيبقى الشكل حلو قوي. هنا بقى شفت كده بناطيل البيت، بس بصراحة ما عجبنيش منها حاجة. بناطيل البيت هنا كانت عاملة 150 جنيه، أي بنطلون يعني. أنا كنت عايزة اللي هو نازل واسع خالص، يعني في البيت كده ألبسه في البيت على أي تيشيرت أو أي حاجة. بيبقوا مريحين قوي قوي. أو تحت مثلا العبايات، تحت الإسدالات كده. فبجد أسعارهم برضو كانت حلوة. بس أنا حبيت يعني أفرجكم كل الموجود، يعني علشان إيه تاخدوا جولة كده معايا. واللي حابب يشتري حاجة او حابب ينزل يشتري حاجة يبقى برضو خد فكرة. فعايزة بقى لايك وكومنت وشير للي لسه بيتفرج عليا ولغاية وصل لغاية هنا. واللي لسه بيتفرج لغاية هنا بقى يحط لي لايك وشير واشتراك، وتنزلي تحت فعلي زر الجرس عشان يوصلك مني كل جديد. هنا الكاردن دي بقى دي نازلة موضة ونازلة من زمان، هي مريحة جدا. بس انا جبت واحد قبل كده، طول ما انا ماشيه مش عارفه يعني عايز يعني كنت جايبه الوان كتير كده فعجبني الالوان دي برضو هاديه وجميله ومريحه. بصراحه اللبس الواسع مريح وشيك و... وحلو جدا للمحجبات. هنا الطرح بكل انواعها. انا بقى كنت بكل انواعها، والطرح دي طالعه ترندي قوي، طالعه موضه. هو الواحد دايما في موضوع اللبس ده انا ما بمشيش تبع الموضه، بمشي تبع اللي مريحني واللي يليق عليا. بس دي كانت عاجباني عشان فيها لمعه كده كويسه. واللمعة دي كمان يعني تليق برضو، يعني فرح بس هادية. واللي عجبني كمان فيها القماشة قطن، وانا كنت فعلا محتاجة طرحة، بس الطرحة اللي انا جبتها هي سادة خالص وقطن، بحيث تنفعني كمان بعد الفرح.
هنا بقى التيشيرتات، اي تيشيرت ب135 على الاستندات، هي بتبقى تصفيات محلات ومخرجينها بره، والقماشه حلوه والسعر كمان حلو. فدايما متعوده يعني من ولادي صغيرين بشتري من المحل دوت، بيعمل تصفيات حلوه قوي. وكل الالوان بقى الولادي والبناتي برضو، البناتي ب135 ده تقريبا، ممكن يبقى بناتي مش عارفه، لا بس ده الولادي، ده الولادي. واي قطعه بقى من سن سنتين اللي هي الخروج ب85 جنيه بقى، بناتي او ولادي. فياسين دايما بيحوز اللون الازرق يعني. طب ده كله هتلاقوه دلوقتي ماسك في واحد ازرق، ماما انا عاجبني ده. بقول له غير يعني، في الوان كتيره حلوه زي جراي، زيتي، اي الوان تانية غير كل مره ازرق او الوان الفواتح. بصراحه الالوان اللي هي الولادي اللي هي زي اللي كنت ماسكاهم قبل كده دول بيلوقوا اكتر، بحبها اكتر، هاديه كده وفي نفس الوقت تحس اني خلاص بقى شبابي كده. فعايزه اقول لك ان كل فتره مش لازم تدلعي نفسك بفلوس كتير، باي حاجه صغيره ممكن تبسطك. والله احنا الستات، احنا بقى بنحب، الستات بتحب اي حاجه والله بتفرحها، توكه بتفرحنا، مانيكير بيفرحنا، قلم روج بيفرحنا. فالمهم ان انت ما تنسيش نفسك عشان تقدري تدي ولادك تاني، يعني تفرحي نفسك كده كل فتره عشان تقدري يبقى عندك طاقة ان انت تدي البيت والولاد، وتقدري كده تستمري وتجهدي، بالذات لو ايه زي كده قاعدة في البيت على طول. إيه طبعا لو انت ست موظفة فهتضطري تشتري كل شوية لبس، طبعا طبعا ده اكيد نص المرتب هتكون رايحة على اللبس اكيد. وهنا خلاص كنت مروحة بقى. وعايزة اقول لكم كمان الشنط هناك اسعارها حلوة قوي. اي شنطة ب100 جنيه، كبيرها قوي 150 جنيه، وكبيرة او صغيرة بجد. اللي عايز ينزل شبرا، المكان بجد حلو قوي. وحبيت كده اخدكم جولة سريعة معايا. هو صحيح الفيديو مش طويل، بس حبيت ان انا اشارككم معايا اليوم ده. ويا رب يكون الفيديو عجبكم، وهستنى منكم كومنتاتكم الحلوة، واشوفكم في فيديو جديد. مع السلامة.